أعزائي المشاهدين، النهاردة معاكم ما بين المطربة المعاصرة والأستاذة رندا شعث المصورة المبتكرة، والنهاردة إحنا على قناة What Women Want. أسألك بقى يا رندا، هويتك الفلسطينية المصرية مأثرة على فنك إزاي؟ يعني كل واحد عنده منابع لهويته من حتت مختلفة بتثري تجربته. يعني فكرة انه الواحد يبقى شاف كالتشر من حتة وشاف تاريخ من حتة، زي ما الكتب اللي الواحد بيقراها، زي ما الموسيقى اللي الواحد بيسمعها، زي حتى البلاد اللي بيسافرها. كل ما الواحد ما يبقى عنده خلفية من حتت مختلفة، كل ما تثري تجربته الإنسانية، وأكيد ده بيعمق فنه. انا مصري وفلسطيني، كان دايما ماما وبابا ما فيش فرق، يعني كانت ماما المصريه هي اللي بتدافع عن فلسطين، وبابا الفلسطيني هو اللي يدافع عن مصر. وعمري ما حسيت ان في، يعني بالعكس هما الاثنين حاجه واحده. وانتي هويتك الفلسطينيه مأثره على فنك ازاي؟ الطريقه اللي انا بعبر بيها عن حياتي في مصر من خلال الفن اكتر ممكن تكون متعلقه باليوميات، ولكن تأثير هويتي الفلسطينية على فني ممكن يكون متعلق أكتر بانتماء بتاريخ. ويمكن برضو كفلسطينية بحس بمسؤولية إن أنا لازم أتكلم عن فلسطين. إيه اللي بيلهمك في شغلك، وإمتى وقعتي في حب التصوير؟ أنا بحب أتمشى في الشوارع، وأحب أتوه في الشوارع، وأحب أقعد أسمع حكاوي الناس. على فكرة أنا بجد تقريبا عندي نفس الإجابة. دايما بحب أتكلم من باب حياتي اليوميه. برضو ممكن اكون بتمشى في الشارع واسمع راجل بيتكلم في تليفونه وبيتخانق ويقول جمله يقول جمله اللي هو ايه ده، الجمله دي مميزه جدا، واقوم كاتباها في النوتس. ممكن اشوف يافطه في الشارع، كلام على ظهر ميكروباص. طب وامتى وقعتي في حب الموسيقى؟ انا ممكن اجاوب لك. ماشي. عشان انا اعرف من يوم ما اتولدت وهي صغيره بتالف اغاني وبتعمل اغاني وبترقص مع الاغاني. ساعه ما عرفتها وهي بتحب مؤديه، يعني هي بيرفورمر. عيله جدتي لابويا، يعني هي تبقى ام جدها، كانت عيله كلها بتحب الموسيقى وبيغنوا. يعني اي قعده عائليه في ناس بتغني وكده. واخو جدتي مثلا لحن النشيد الوطني الاردني. وبعدين اخت جدتي كانت بتحب تعزف عود، واخوها اللي كان موسيقي كان شايف ان الستات مش مفروض يعزفوا موسيقى. تعرفي القصه دي؟ بجد لا. فكان هي تاخد العود وتتمرن، لما يشوفها بالعود ياخد الاوتار ويقطعها، وهي تحوش مش عارفه ايه وتجيب اوتار عشان تعزف عليها. عمتي كانت بتغني برضو في الجامعه وكده. فبس مريم اول واحده تاخد المساله ككارير يعني. والله جت معايا بالصدفه يعني. وبرضو انا عمي الله يرحمه اخو رندا كان هو كان فنان شامل، يعني كان اي حاجه داخل فيها. بيعرف يعزف آلات مختلفه، بيحب يغني ويألف اي حاجه، بيحب يجمع الفنانين بشكل عام. وهو برضو اثر فيا قوي وانا صغيره، علمني كام حاجه على الكيبورد. اداني سينث كده صغير اسمه كورج كيوسيليتر، وانا فاكره هو اداهالي وعلمني استخدمها ازاي. وبقيت وانا راكبه اتوبيس المدرسه بدل ما اسمع السي دي بلاير كنت بحط السماعات في السينث واقعد الف نغمات والف كده، اخترع اي مزيكا، وابقى متحمسه قوي ان انا اوريها له وكده. طب ايه اكتر مشروع انت فخوره بيه؟ اكيد هيكون الالبوم بتاعي اللي هو ان شاء الله هينزل كله الصيف ده. بس انا بدات انزل فيه اصلا، فخوره بيه قوي عشان اشتغلت عليه فتره طويله، يعني تقريبا سنه. كل اغنيه ليها فكره، الفكره دي غيرت فيها وعدلت فيها وعملت بحث واتكلمت مع ناس، دروس كتابه شعر بالعربي، خدت دروس غنى. في ضغط على الفنانين الموسيقيين ان هم يعملوا اغاني كتير ويقفلوها بسرعه وينزلوها بسرعه، وان انت ما ينفعش ابدا تبعد عن الجمهور يا اما هتتنسي. مبسوطه ان انا طلعت بره الدوامه دي، اللي هو قلت لا انا هقعد اشتغل على ألبوم ان شاء الله ياخد سنه عادي. بس ايه اكتر مشروع فخوره بيه وليه؟ لا ما هو بص، يعني الواحد لما يبقى نص تذكره زيي
ينسى بقى المشاريع. انا فخوره ان انا عملت شغلي بامانه، يعني بعد دلوقتي انا اشتغلت بقالي 30 سنه مصوره، مفيش ولا مره كسلت عملت صور اي كلام، ولا عملت حتى لو تبرعت، يعني زوري تبقى اساينمنت بفلوس ان طالما اسمي هينزل عليها، كنت مهتمه جدا ان شغلي يبقى احسن حاجه عندي. انا بقيت ادرب مصورين صغيرين ويبقوا احسن مني. نهايه لطيفه ان الواحد يدي الحاجه اللي عنده لحد هيطورها، وبالحاجات الحديثه يبقى كمان احسن منه، من غير ما اغصب عليهم يبقوا نفس الستايل بتاعي، بس ان انا اقدر ازقهم لاكتر طاقه عندهم. دي يعني فخوره بالرحله. والله انت مشرفانا يا رندا. طيب، وازاي شايفه انك بتشجعيني في تطوير فني؟ انت شايفاني بشجعك يا تطوير؟ طبعا. بس مش هغششك. مش عارفه، من وانت صغيره واحنا بنعمل حاجات مع بعض، مش بالذات في اتجاه الغنى، لكن انت حد نشيط وكيوريوس وكده. في عيال يبقوا عايزين يتفرجوا على التلفزيون وبس. ايوه. لكن انت ابن عمك كنتوا بتحبوا ان انا اخدكم نتفرج على الجوامع القديمه والمتاحف وكده. ما اعرفش اذا كان ده شجعك، انت اللي قلتي لي ان ده شجعك قبل كده. ايوه، لو طفله بالذات مثلا، او انا كطفله ممكن كان عندي فضول، بس لما لقيت لما انت مثلا شجعتي الفضول ده ففضل موجود. ماشي، انا كنت عايزه اسالك بقى سؤال في بدايه قصتك مع التصوير. اول مره مسكتي كاميرا حسيتي بايه؟ عملتي ايه كده؟ انت يعني بصي، انا عندي كاميرا. اساسا بابايا كان شايل كاميرا طول، يعني كل بقى العيد ميلادات والرحلات وكده هو كان عنده كاميرا، وانا كان عندي كاميرا من وانا عندي 8 سنين، يعني على ما مصوره باباكي وهو بيبي، وهو مصورني وانا شايله الكاميرا اللي هي بتعمل صور مربعه دي. يعني جدك هو شاطر قوي في الكلام وفي الاقناع وكده. وفي فتره كنت ساعات ما بحس ان انا مش عارفه ارد عليه بنفس الطريقه الكاريزما بتاعته. وبعدين قلت يمكن لازم اعبر عن نفسي بشكل مختلف. يعني ممكن الواحد يوري آراءه في التصوير ويقول عن قيمه ورأيه في الدنيا بالصور، بس لساني طول بعد كده جامد. مش عارفه الحكايه دي راحت خلاص. قولي لي بقى، ايه اكتر اغنيه انت غنيتيها او كلمات كتبتيهم حاسه انها بتعبر عنك؟ في اغنيه ما نزلتش لسه اسمها مع السلامه، كانت يعني اول تجربه ليا في كتابه الفصحى، مع ان فات شهور من ساعه ما كتبتها، بس لحد دلوقتي لما بسمعها بتساعدني افكر كده. وانا اصغر منك بكتير، فكره انا بقى مصريه ولا فلسطينيه، ولما كبرت شويه الناس برضو انت مصوره صحفيه ولا مصوره فنانه. فكره ان الناس دايما عايزه تحصرك في حته، والواحد عشان بيبقى عايز ان الناس تقبله بيبقى كانه واقع في الحفره دي. بس بعد شويه هتحسي انه بالعكس دي ميزه. وفي الاخر انت مريم اللي هي مصريه، اللي هي فلسطينيه، اللي هي جربتي انت رسم وجربتي جرافيك ديزاين. وحتى في الجامعه بالذات كان دايما عشان درست رسم وكده، اختاري ستايل، اختاري توجه، اختاري، ما ينفعش تبقي كل يوم بتعملي حاجه شكل. شايفه ان دي مشكله رأسماليه اصلا، مش مشكله انسانيه. يعني فكره ان احنا لازم نبقى معلبين عشان النظام الرأسمالي يعرف هيبيعنا ازاي. فاهمه قصدي؟ او مش بس يعني اسهل يحكم على واحد انه يعني كانه مصنفك كذا وكذا وكذا. أيوة. بس الواحد بيبقى عنده حاجات كتير. بس حتى مثلا فكري فيها، اللي هو الالجوريثم بتاع اللي بيطلع لنا اعلانات الحاجات اللي احنا نشتريها، الالجوريثم ده طول الوقت بيصنفك، هو قاعد بيراقب تحركاتك عشان يشوف بقى انت مين، فلذا يعني بقى، وعلى هذا الاساس هيبيع لك ايه. ماشي، وانت هتبقي اجدع وتبقي حاجات مختلفه. احب بقى ايه اسوحها. ايه اكتر صوره صورتيها لي وقريبه من قلبك؟ انا صورتك صور كتير، يعني كنت موديل كويسه عشان كنت بترقصي لي وتغني لي وحاجات زي كده. بحب صوره سبوعك، كان لسه ما عندكيش شخصيه، او يعني ما كناش عارفين شخصيتك لسه. بس بحب الصوره اللي يعني حتى في الكتاب اللي انا بعمله دلوقتي حط، يعني في كل المرات اللي اخترت صور، مجموعه صور، الصوره دي كانت دايما
موجوده. بحب الصوره دي برضه. حاجه بقى جاهزه بقى للاخيره. هو في اخيرا انا الاسئله بتاعتي خلصت. ايه اكتر اغنيه ليا بتحبيها؟ في واحده غنيتيها فيها لحن رقيق، مطافي. مطافي. وبحب بقى اغنيه قديمه كنت بتغنيها مع جدتك. ما سالتش، هي نانا بتطلع في الفيديو يعني بس. ايوه بس طبعا ضيفة شرف يعني مهمة جدا. جدا جدا. نطلعك بقى في الفيديو اللي جاي يا ان شاء رندا. الله. دي أول تجربة ليكي قدام الكاميرا بدل وراها.